تعالوا يا جماعة النهاردة شوفوا أنا جايبة لكم إيه. أنا جايبة لكم طقم عشا، بس حاجة كده حكاية، حاجة رقيقة. أنا عن نفسي بحب الحاجات اللي هي البسيطة خالص، ما بحبش الحاجات المزخرفة واللي عليها بقى رسومات كتير وكده. فأنا بقى اخترت ده، واكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في ذوقي. رقيق جدا جدا يعني بالنسبة لي أنا، فانتوا اكتبوا لي فعلا هو رقيق ولا لأ. زي ما احنا شايفين كده، معلهوش بقى أي حاجة، هو ده طقم عشا بسيط وسيمبل وسعره برضو حلو وبايركس، وبص بيدخل الميكروويف وبيدخل كمان الفرن. بس حاجة كده شياكة ورقة مفيش بعد كده. هيخلي سفرتك شكلها أمور قوي، حتى لو اتحط في النيش برضو فشكله رقيق كده وشكله سيمبل زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ومعاه كمان كوبايات، يعني فكرته برضو جديدة شوية، مش زي من العشا اللي احنا بنشوفها. فشكله امور زي ما قلت لكم، شكله تحفه. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. انا هوريكم المحتوى اهو، انا مش عايزه ارغي كتير. هوريكم يعني محتوى الكرتونه، مش عايزه ارغي كتير بقى عشان ما تزهقوش مني. اللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي كتير كتير في الكومنتات. وبحبكم جدا، ومش هتخسروا حاجه يا جماعه لو حطيتوا لايك. وكل واحد يكتب لي بقى هو بيتفرج عليا منين، يعني من مصر ولا من دوله عربيه ولا منين، عشان برضو نتعرف على الناس القمر اللي بيشاهدوني. وانتظروا مني احدث الترندات، واكتبوا لي في التعليقات يا جماعه، عايزه في تفاعل اكتر. انتوا حابين ايه، او عايزين تعرفوا اسعار ايه، او عايزين تعرفوا الترندات اللي موجوده في ايه. فاكتبوا لي اقتراحات كده عشان اقدر اقدمها لكم، واقدر اساعدكم، وتكون القناه بتاعتي ممتعه بالنسبه لكم. يعني ساعدوني شويه، اكتبوا لي اقتراحات بقى. زي ما احنا شايفين كده، في الاطباق وفي اللي هي اللي احنا شايفينه ده. مش عايزه ارغي كتير، والكوبايات فشكله امور. وعلى فكره في منه الشفاف، انا بفكر اخد الشفاف. والعسلي ده برضو اللي بحب اللون العسلي، شكله حلو قوي. زي ما قلت لك هيخلي السفره بتاعتك شكلها واو، وشكلها حلو قوي، وشكله رقيق وشيك. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات، بحبكم جدا، ما تنسوش اللايك.